السادسة أهم حلقة ليك في الفانتسي، بعدها هتعمل تشكيلتك على طول. وفي الحلقة دي جبنا لك أهم اللاعبين من كل ماتش وأفضل الكباتن وأهم الترشيحات، فأنت اللي عليك تعمل لايك وتصلي على النبي ويلا بينا. واول ماتش هو ماتش مانشستر يونايتد وبرينفورد. فاهم اللاعبين من مانشستر يونايتد اكيد اهم لاعب هو مبيمبو، لانه اخطر لاعب عندهم وبيلاعب فريقه السابق، فممكن يعمل بصراحه اي مساهمه، وهو لاعب خطير جدا عند مانشستر يونايتد. ومانشستر يونايتد فريق هجومي جدا، فممكن مبيمبو يسجل اي جون ضد برينفورد. وتاني لاعب عند مانشستر يونايتد هو برونو معاه ضربات الجزاء، والماتش اللي فات شفناه جاب جون وبيتقدم كتير جدا، فبرونو بصراحه عنصر ديفرنشال جدا ضد برينفورد. ودول اهم لاعبين مانشستر يونايتد. واهم اللاعبين من برينفورد، اهم لاعب عندهم هو دامسجارد في برينفورد، عنصر خطير جدا ممكن يساهم في دفاع مانشستر يونايتد الضعيف. وتاني لاعب هو كيفن شايت شفناه لاعب متألق جدا وسريع، ممكن يستغل اي خطأ في دفاع مانشستر يونايتد. ودول اهم لاعبين من برينفورد، وانا بتوقع الماتش ده يخلص صالح مانشستر يونايتد، لكن مش بالكلين شيت. ويجي الماتش بورموس وليدز. اهم لاعبين من بورموس اكيد اهم لاعب عندهم هو اللي ملكيته 48% هو سيمينيو بصراحه لاعب كويس جدا، وسيمينيو خلاص ما بقاش عنصر ديفرنشال، بقى لازم يكون معاك في فرقتك لانه عنده ليدز يونايتد، واكيد سيمينيو هيسجل في الماتش ده. سيمينيو هيبقى عنصر كابتنه كمان ديفرنشال جدا، فلازم يكون معاك سيمينيو. وتاني لاعب هو ايفانيلسون المهاجم بتاع بورموس بصراحه هيبقى فريق خطير جدا ضد ليدز، لانه بورموس فريق هجومي جدا، واكيد ايفانيلسون المهاجم بتاعهم ممكن يستغل اي غلطه في دفاع ليدز، فايفانيلسون عنصر ديفرنشال جدا. وثالث لاعب الخطير جدا والديفرنشال هو بروكس، هو تقريبا اللي معاه الكورنرات، وكمان لاعب خطير جدا وممكن يستغل دفاع ليدز الضعيف جدا ويساهم. فانا بقول بصراحه ان بروكس عنصر ديفرنشال جدا لو عايز تجيب حد ديفرنشال. ودول اهم لاعبين من بورموس. فلو عايز تجيب لاعبين من ليدز، فاهم لاعبين عند ليدز اهم لاعب هو اوكافور لاعب ديفرنشال جدا، وشفناه الماتش اللي فات جاب جون، وبسبب ما جاء في الفريق وهو بيأدي اداء كويس جدا، فاوكافور لاعب ديفرنشال جدا. ودول اهم لاعبين من ليدز، وانا بتوقع الماتش ده يخلص صالح بورموس وبتحقيق الكلين شيت. ونيجي لماتش تشيلسي وبرايتون. فاهم لاعبين من تشيلسي اكيد العنصر المضمون جدا هو جو بيدرو هيبقى عنصر مضمون جدا في الماتش ده، لان دفاع برايتون ضعيف جدا، وجو بيدرو هيبقى لاعب كويس جدا. وتاني لاعب الديفرنشال هو استيفاو ممكن يساهم في دفاع برايتون الضعيف، مع غياب بالمر، فاكيد استيفاو يبقى عنده حريه كبيره جدا وممكن يساهم. وثالث لاعب في الدفاع هو تشالوبا مدافع كويس جدا، وكمان ممكن يستغل اي اخطاء في الكورنرات اللي عند برايتون. وتشالوبا الماتش اللي فات جاب جون، فتشالوبا بصراحه يبقى عنصر ديفرنشال جدا ممكن يطلع بالكلين شيت. ودول اهم اللاعبين من تشيلسي. ولو عايز تجيب لاعب من برايتون، فاهم اللاعبين عندهم المعتادين هم ميتوما ومنتي. وانا بتوقع الماتش ده يخلص صالح تشيلسي، لكن مش بالكلين شيت. ونيجي الماتش مانشستر سيتي وبيرلي. الماتش ده هيكون كويس جدا لانك هتجيب عناصر من مانشستر سيتي. فاهم اللاعبين عند مانشستر سيتي اكيد اهم لاعب هو هالاند، لو تاكدنا انه هيلعب اساسي فهيبقى خيار كويس جدا، ممكن كمان تفعل عليه التريبل كابتن، بس نتاكد هو هيلعب اساسي ولا لا. وانا بتوقع بصراحه ان هالاند هيلعب اساسي عادي جدا، وده اهم لاعب عند السيتي. وتاني لاعب هو فيل فودين. انا بتوقع بصراحه ده هيكون ماتش الرجوع لفيل فودين في الدوري الانجليزي. فيل فودين بصراحه هيكون عنصر ديفرنشال جدا. تالت لاعب هو دوكو هيبقى لاعب كويس جدا، لانه بيعرف يستغل المساحات جدا، وممكن كمان يعرف يجيب جون ضد بيرلي. فدوكو بصراحه هيبقى عنصر ديفرنشال جدا ضد بيرلي وسعر رخيص جدا، وكمان ممكن كابتنه ديفرنشال جدا. ونيجي للاعب الاخير هو رايندرز. شفنا رايندرز بسعر رخيص جدا وبيتقدم كتير جدا، فبصراحه رايندرز هيبقى عنصر ديفرنشال جدا لماتش بيرلي، وممكن يساهم في ماتش بيرلي. ودول اهم لاعبين عند مانشستر سيتي، وانا بتوقع الماتش ده يخلص صالح السيتي وبتحقيق الكلين شيت. يجي الماتش ليفربول ضد كريستال بالاس. اهم اللاعبين من ليفربول اكيد اهم لاعب عندهم هو ايزاك، لان اكتيكا هيغيب عن الماتش ده بعد ما الطرد في الكاس بطريقه غبيه جدا، فلازم يكون معاك ايزاك. وتاني لاعب هو محمد صلاح برضه هيبقى عنصر مهم جدا في فرقتك، حتى لو بقى نقاطه مش احسن حاجه، لكن برضه هيبقى عنصر مضمون جدا في فرقتك، فممكن يستغل المساحات اللي تبقى في دفاع كريستال بالاس، وممكن يساهم في ماتش زي ماتش كريستال بالاس ده. فمحمد صلاح هيبقى عنصر مضمون جدا. ودول اهم اللاعبين من ليفربول. واهم اللاعبين من كريستال بالاس اهم اللاعب عندهم هو ماتيتا. ما تجيبش حد منهم، لو معاك ماتيتا الجوله دي ممكن تلعبه، المهم ممكن يستغل دفاع ليفربول الضعيف جدا ويسجل جول. ودول اهم اللاعبين
من كريستال بالاس، وانا بتوقع الماتش ده يخسر صالح ليفربول لكن مش بالكلين شيت. ونيجي الماتش نوتنغهام فورست ضد ساندرلاند، واهم اللاعبين من نوتنغهام فورست اهم لاعب عندهم هو نودوي يبقى عنصر كويس جدا للجوله دي وديفرنشال جدا لانه عنده ساندرلاند ضعيفين جدا دفاعيا فممكن يساهم باي مساهمه. وتاني لاعب هو اللي ممكن تصبر عليه الجوله دي هو وود برضو ممكن يسجل في الجوله دي لانه عنده ساندرلاند ضعيفين جدا دفاعيا، وود هيبقى عنصر ديفرنشال جدا. وتالت لاعب هو ويليامز شفناه الماتش اللي فات جاب جون وكمان بيقدم اداء كويس جدا وهو تقريبا احسن حد عند نوتنغهام فورست، فويليامز هيبقى عنصر ديفرنشال جدا لو معاك، وبصراحه هو ممكن يحقق نقاط كتير في الجوله دي. عايز تجيب عنصر من ساندرلاند فاهم لاعب عندهم هو المهاجم بتاعهم لانه مهاجم خطير جدا وممكن يستغل الضعف الدفاعي عند نوتنغهام فورست، ودول اهم لاعبين من ساندرلاند، وانا بتوقع الماتش هيخسر صالح نوتنغهام فورست لكن مش بالكلين شيت. ونيجي الماتش توتنهام ضد ويلفز، واهم لاعبين من توتنهام اكيد اهم لاعب عندهم هو قدوس لان شفنا اداؤه في الماتش فات كان كويس جدا وعمل الاسيستين، فقدوس هيبقى عنصر كويس جدا لو معاك. وتاني لاعب الديفرنشال هو برينجفال شفناه بيتقدم كتير جدا ممكن يساهم في ماتش ويلفز الفريق الضعيف جدا دفاعيا، فبرينجفال عنصر ديفرنشال جدا. وتالت لاعب عندهم هو ريتشارلسون برضه هيبقى عنصر كويس جدا لو معاك كمان وممكن تكابتنه، ودول اهم اللاعبين من توتنهام، وانا بتوقع الماتش ده هيخسر توتنهام وبتحقيق الكلين شيت. ونيجي الماتش فولهام ضد استون فيلا، واهم اللاعبين من فولهام اهم اللاعبين عندهم هو ايوبي اللي شفناه في الجوله اللي فاتت تقريبا هو اعلى لاعب جاب نقاط. ايوبي بصراحه يبقى عنصر ديفرنشال جدا لو معاك، فايوبي بصراحه ممكن يستغل ضعف الدفاعي جدا اللي عند استون فيلا، فايوبي عنصر ديفرنشال جدا. وتاني لاعب برضو اللاعب الخطير جدا هو ويلسون شفناه الماتش اللي فات جاب جون وخيار ديفرنشال جدا لو معاك، ويلسون هيبقى عنصر ديفرنشال جدا، ودول اهم اللاعبين من فولهام. واهم اللاعبين عند استون فيلا اهم لاعب عندهم هو ماتي كاش اللي في الدفاع، ماتي كاش شفناه الماتش اللي فات جاب جون هو تقريبا اهم لاعب عندهم، وانا مش بنصحك انك تجيب اي حد من استون فيلا تاني، وانا بتوقع ماتش هيخسر صالح فولهام لكن مش بالكلين شيت. ونيجي الماتش ارسنال ضد نيوكاسل، فاهم اللاعبين من ارسنال اكيد اهم لاعب العنصر الهجومي هو جيوكريس لاعب كويس جدا وممكن كمان ينفجر في الجوله دي وممكن كمان يسجل في الجوله دي لان ساكا رجع وممكن كمان يعمل له اسيست كتير جدا. وتاني لاعب هو ساكا لسه راجع من الاصابه شفناه بيقدم اداء كويس وكمان ممكن يعمل مساهمه ضد نيوكاسل. وثالث لاعب المنفجر الايام دي هو مارتينيلي شفناه نزل ماتش فات ضد السيتي وجاب جول وكمان ممكن يبدا اساسي في الماتش ده، فهيبقى عنصر كويس ديفرنشال جدا لو بدا اساسي في الماتش ده، ودول اهم اللاعبين من ارسنال. ولو عايز تجيب لاعبين من نيوكاسل فاهم اللاعبين عندهم هم فولتمادا وجوردون، وانا بتوقع الماتش هيخسر لصالح ارسنال لكن مش بالكلين شيت. ونيجي للماتش الاخير هو ماتش ايفرتون ضد ويست هام، فاهم اللاعبين من ايفرتون اكيد اهم عنصر عندهم هو نداي شفناه قدام ليفربول عمل اسيست وكان بيلعب كويس جدا وكمان بيعمل مساهمات دفاعيه، فندي هيبقى عنصر ديفرنشال جدا ضد دفاع ويست هام ضعيف جدا، فندي لازم يكون معاك. وتاني لاعب هو جريلش برضو لاعب كويس جدا وكمان ممكن يساهم في ماتش سهل جدا ده زي ماتش ويست هام لانهم فريق ضعيف جدا دفاعيا، فجريلش هيبقى عنصر ديفرنشال جدا. والثالث لاعب هو تروفسكي ممكن يستغل اي كورنر لان دفاع ويست هام ضعيف جدا وضعيفين جدا في الكورنرات، فممكن تروفسكي يستغل اي كورنر ويسجل جول وممكن كمان يطلع بالكلين شيت، ودول اهم لاعبين من ايفرتون. واهم لاعبين من ويست هام اهم لاعب عندهم هو بيون، وانا اتوقع الماتش هيخسر صالح ايفرتون وتحقيق الكلين شيت. ونيجي لفقره الكباتن المضمونين الجوله دي هم محمد صلاح ضد كريستال بالاس وجواو بيدرو ضد برايتون وهالاند ضد بيرلي، والكباتن الديفرنشال هم قدوس ضد ويلفز وجريلش ضد ويست هام وسيمينيو ضد ليدز. ونيجي لكابتن مجنون الحلقه دي هو ايفان نيلسون. وكده خلاص حلقه صحيح الجوله. لو عندك اي استفسار فانزي اكتبه في تعليقات واكتب تشكيلتك في تعليقات وانا اقيمها. سلام.